بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلاب الصف الأول الإعدادي، أهلا ومرحبا بكم. إن شاء الله النهاردة نشرح مع بعض الدرس الرابع من الوحدة الرابعة من مادة التاريخ، درسنا بعنوان مصر والمسيحية. في الدرس السابق طبعا احنا اتكلمنا عن مصر تحت حكم الرومان، وعرفنا كيف عانى المصريون من حكم الرومان الظالم والمستبد، وكيف استغل الرومان موارد مصر الاقتصادية لصالحهم ولصالح روما. طبعا مع دخول المسيحية إلى مصر كانت مصر تحت حكم الرومان. دخلت المسيحية مصر في منتصف القرن الأول الميلادي على يد القديس مرقس. يبقى متى دخلت المسيحية مصر؟ دخلت المسيحية مصر في منتصف القرن الأول الميلادي على يد القديس مرقس. طيب يا ترى موقف المصريين ايه من الديانة المسيحية؟ هنلاقي ان اقبل المصريون على اعتناق المسيحية. طيب بما تفسر اقبل المصريون على اعتناق المسيحية؟ هنقول لانهم وجدوا فيها اول حاجة مبادئ العدل والمساواة والرحمة والعطف والتسامح، طبعا اللي كانوا مفتقدينها تحت حكم الرومان الظالم والمستبد. يبقى وجدوا فيها مبادئ العدل والمساواة والرحمة والعطف والتسامح، وجدوا فيها الزهد في الدنيا والتطلع لنعيم الآخرة، كمان وجدوا فيها خلاصا لهم من واقعهم المضطرب نتيجة تعدد المعبودات. طبعا احنا عارفين في ذلك الوقت ان المصريين كان لديهم معبودات كثيرة ومتعددة، سواء كانت هذه المعبودات معبودات مصرية أو يونانية أو رومانية، لذلك كان المصريون في حالة اضطراب نتيجة لتعدد هذه المعبودات، فوجدوا في الديانة المسيحية خلاصا لهم من هذا الاضطراب. كمان وجدوا في الديانة المسيحية خلاصا لهم من الضغوط الاقتصادية ومن القهر والإذلال اللي كانوا بيعانوا منه تحت حكم الرومان. طبعا احنا عرفنا ان الرومان كانوا بيستغلوا موارد مصر الاقتصادية لصالحهم، حتى ان هم حولوا مصر الى مزرعة للقمح، انه كانوا بيرسلوا القمح الى روما ارضاء طبعا للشعب شعب روما، و عشان يكسبوا تأييد شعب روما لهم. يبقى اما يجي يقولك بما تفسر اقبل المصريون على اعتناق المسيحية، هنقول لانهم وجدوا فيها: واحد، مبادئ العدل والمساواة والرحمة والعطف والتسامح. اتنين، الزهد في الدنيا والتطلع لنعيم الآخرة. تلاتة، خلاصا لهم من واقعهم المضطرب نتيجة تعدد المعبودات المصرية واليونانية والرومانية. أربعة، خلاصا من الضغوط الاقتصادية ومن القهر والإذلال الذي كانوا يعانونه تحت الحكم الروماني. طيب يا ترى موقف الرومان كان ايه من الديانة المسيحية ومن المسيحيين؟ هنلاقي ان بدأ بقى الاضطهاد الروماني للمسيحيين، يعني الرومان او روما كانت ترفض الديانة المسيحية، فبدأت في الاضطهاد الروماني للمسيحيين. ما معنى كلمة الاضطهاد الروماني للمسيحيين؟ يعني هو شكل من أشكال الظلم الذي عانى منه المسيحيون على يد الرومان. يبقى معنى الاضطهاد الروماني للمسيحيين هو شكل من أشكال الظلم الذي عانى منه المسيحيون على يد الرومان. طبعا في ذلك الوقت كان الولاء لروما وللإمبراطور ده كان بيعبر عن وحدة الإمبراطورية الرومانية، يعني لازم كل الناس في كل البلاد اللي تابعة لروما، وطبعا مصر كانت من البلاد اللي كانت تابعة لروما، كانوا لازم يقوموا بتقديم القرابين والهدايا للإمبراطور الروماني، طبعا ده إرضاء له وإعلان لطاعته، لأنهم كانوا بيعتبروا أن الإمبراطور ده إلها للإمبراطورية الرومانية. وكان هذا طبعا لا يتفق مع العقيدة المسيحية، لأن المسيحيون في ذلك الوقت كانوا لا يقدسون صور الأباطرة الرومان، لا يمارسون شعائر الديانة الرسمية لروما، لا يقدمون القرابين للإمبراطور باعتباره إلها. لذلك تعرض أتباع السيد المسيح عليه السلام وهم ينشروا تعاليمه مبادئه السمحة، اللي هي طبعا مبادئ الديانة المسيحية، تعرضوا للظلم وللاضطهاد من الرومان الذين سعوا للقضاء على المسيحيين. يبقى عرفنا ليه بدأ الرومان في اضطهاد المسيحيين. هنقول لأن المسيحيون لا يقدسون صور الأباطرة الرومان، لا يمارسون شعائر الديانة الرسمية لروما،
لا يقدمون القرابين للإمبراطور باعتباره إلها، لذلك تعرض أتباع السيد المسيح عليه السلام طبعا للاضطهاد من الرومان. طيب منهم أشهر الأباطرة الرومان الذين اضطهدوا المسيحيين. أشهر الأباطرة الرومان الذين اضطهدوا المسيحيين، أول واحد الإمبراطور نيرون اللي تولى حكم روما عام 54 ميلاديا إلى عام 68 ميلاديا. بدأ في عهده اضطهاد المسيحيين. يبقى متى بدأ اضطهاد المسيحيين؟ هنقول بدأ اضطهاد المسيحيين في عهد الإمبراطور نيرون عام 54 ميلاديا. طيب تاني إمبراطور هو الإمبراطور ديكلاديانوس اللي تولى حكم روما عام 284 ميلاديا إلى عام 305 ميلاديا. وتعرض المسيحيون في عهد الإمبراطور ديكلاديانوس لأعنف اضطهاد، حيث دمرت الكنائس، أحرقت الكتب السماوية الدينية، كثر عدد الشهداء، حتى سمي عهد ديكلاديانوس بعصر الشهداء. يبقى في عهد الإمبراطور ديكلاديانوس تعرض المسيحيون في عهده لأعنف اضطهاد، دمرت في عهده الكنائس، أحرقت الكتب السماوية والدينية، كثر عدد الشهداء، حتى سمي عهد ديكلاديانوس بعصر الشهداء. طيب ما معنى عصر الشهداء؟ عصر الشهداء هو اسم أطلق على عهد الإمبراطور ديكلاديانوس بسبب كثرة الشهداء المسيحيين الذين قتلوا في عهده. طيب بعد عصر ديكلاديانوس هيبدأ عصر جديد للمسيحية، وهو عصر الإمبراطورية البيزنطية. يعتبر هذا العصر عصر التسامح للمسيحيين. يبقى بدأ عصر جديد للمسيحية وهو عصر الإمبراطورية البيزنطية عندما تولى الإمبراطور قسطنطين الحكم عام 311 ميلاديا إلى عام 337 ميلاديا. يبقى ترتب على تولي الإمبراطور قسطنطين الحكم من عام 311 ميلاديا إلى عام 337 ميلاديا، ترتب على ذلك أعلن الإمبراطور قسطنطين سياسة التسامح مع المسيحيين، اعترف بالمسيحية وأقر المبادئ الأساسية للدين المسيحي، نقل عاصمة الدولة من مدينة روما إلى مدينة بيزنطة التي أنشأها على بحر مرمرة، وسميت بعد ذلك باسم القسطنطينية. يبقى ما النتائج اللي ترتبت على تولي الإمبراطور قسطنطين الحكم؟ ترتب على ذلك أعلن سياسة التسامح مع المسيحيين، اعترف بالمسيحية وأقر المبادئ الأساسية للدين المسيحي، نقل عاصمة الدولة من مدينة روما إلى مدينة بيزنطة التي أنشأها على بحر مرمرة، وسميت بعد ذلك باسم القسطنطينية. وقد أصبحت المسيحية دينا رسميا للدولة البيزنطية منذ عام 380 ميلاديا، ليبدأ عصر جديد للمسيحية هو عصر الإمبراطورية البيزنطية. يبقى متى أصبحت المسيحية دينا رسميا للدولة البيزنطية؟ أصبحت منذ عام 380 ميلاديا. طبعا أصبحت المسيحية دينا رسميا للدولة البيزنطية، ليبدأ عصر جديد للمسيحية وهو عصر الإمبراطورية البيزنطية. طيب يا ترى مدينة الإسكندرية كان ليها دور في نشر المسيحية؟ طبعا احنا عارفين ان مدينة الإسكندرية كانت تعتبر مركز للإشعاع الحضاري في عصر الرومان. يبقى أكيد كان هتلعب دور في نشر المسيحية. هنلاقي ان المسيحية بدأت تنتشر بقى انتشارا واسعا وسريعا، وازداد عدد الناس اللي طبعا بدأوا يعتنقوا في الديانة المسيحية. نتيجة لذلك بدأ بقى ان هم التفكير في تأسيس مدرسة أطلق عليها مدرسة الإسكندرية، وهذه المدرسة للتعليم المسيحي. يبقى تم إنشاء مدرسة الإسكندرية. طيب أساتذتها وطلابها كان أساتذة مدرسة الإسكندرية يلقون دروسهم في منازلهم أو في قاعات كانوا بيستأجرونها لهذا الغرض. يبقى أساتذة مدرسة الإسكندرية كانوا بيلقون دروسهم في منازلهم أو في قاعات بيستأجرونها لإلقاء الدروس على الطلاب. يبقى الطلاب والأساتذة كانوا بيذهبون إلى مكتبة الإسكندرية. يبقى مكتبة الإسكندرية كان ليها دور أيضا في تعليم المسيحية، إن هم كانوا بيذهبوا إلى مكتبة الإسكندرية العامة للإطلاع والقراءة. وكان الطلاب والعلماء بيقبلون على مدرسة الإسكندرية من جميع أنحاء العالم ومن مصر وخارجها، فأصبحت
الإسكندرية ومدرستها منارة للعلم والعلماء. وأهم الدروس أو العلوم التي كانت تدرس في مدرسة الإسكندرية، يبقى أهم العلوم اللي كانت بتدرس في مدرسة الإسكندرية علوم الدين المسيحي، الكيمياء، الفلك، الطب، الصيدلة، التاريخ، الجراحة، الهندسة والفلسفة. طيب ايه أهمية ودور مدرسة الإسكندرية؟ ايه أهمية ودور مدرسة الإسكندرية؟ تخرج منها العديد من رجال الدين المسيحي كالأساقفة والبطارقة. تاني حاجة أعطت لبطارقة الإسكندرية مركز الزعامة الدينية والعلمية في العالم المسيحي كله. يبقى لما يجي يقولك ما أهمية مدرسة الإسكندرية أو ما أهمية دور مدرسة الإسكندرية، هنقول: 1، تخرج منها العديد من رجال الدين المسيحي كالأساقفة والبطارقة. 2، أعطت لبطارقة الإسكندرية مركز الزعامة الدينية والعلمية في العالم المسيحي كله. طيب بعد كده بدأت تظهر الرهبانية. ما معنى كلمة الرهبانية؟ يعني اعتزال الحياة والبعد عن متاعها والعيش في الصحراء بعيدا عن الناس للعبادة والتأمل في خلق الله. يبقى الرهبانية هي عبارة عن ان الإنسان بيعتزل الحياة وبيبعد عن متاع الدنيا وبيعيش في منطقة بعيدا عن الناس في الصحراء، وكل اللي بيعمله هو الصلاة والتأمل في خلق الله. يبقى ده معنى الرهبانية. طيب بتتسم الرهبانية بالزهد والتقشف والصلاة والتأمل. يعني الرهبانية كل الصفات بتاعتها هي الزهد والتقشف والصلاة والتأمل. طيب أين نشأت الرهبانية؟ نشأت الرهبانية في مصر ثم انتشرت في أنحاء العالم المسيحي. يبقى أين نشأت الرهبانية؟ أول لما نشأت في مصر ثم انتشرت في أنحاء العالم المسيحي. أنواع الرهبانية بتنقسم إلى نوعين: الرهبنة الفردية والرهبنة الجماعية. الرهبنة الفردية يعني كان الراهب يخرج فيها إلى الصحراء ليعيش في عزلة تامة وبيعيش بمفرده ويقوم فيها بتدبير شؤون نفسه من مأكل وملبس ومشرب. ويعتبر الأنبا أنطونيوس أول من مارس هذا النوع من الرهبنة، وقد أنشأ أول دير في مصر والعالم على اسمه. يبقى الرهبنة الفردية يعني الراهب كان بيخرج فيها إلى الصحراء عشان يعيش في عزلة تامة وبيقوم فيها بتدبير شؤونه بنفسه من مأكل وملبس ومشرب. طيب من هو أول من قام بتأسيس الرهبنة الفردية؟ هو الأنبا أنطونيوس، أول من مارس هذا النوع من الرهبنة وأقام أو أنشأ أول دير في مصر في مصر والعالم على اسمه اللي هو دير الأنبا أنطونيوس. طيب تاني نوع معانا من أنواع الرهبنة هو الرهبنة الجماعية. الرهبنة الجماعية يعني مجموعة من الرهبان يعيشون في مكان واحد بيحاط بسور ولكل منهم صومعته الخاصة به. صومعة يعني إيه؟ صومعة يعني المكان اللي بيتعبد فيه. يعني مجموعة من الرهبان بيعيش كل واحد منهم في مكان اللي بيتعبد فيه، يعني كل واحد بيقعد فيه في صومعته، ولكن يعني مجموعة مش فرد لوحده بقى، لا، مجموعة من الأفراد كل واحد في خلوته أو في صومعته أو المكان الخاص بيه اللي بيتعبد فيه، بس بيعيشوا مجموعة مع بعض. وبيعتبر الراهب باخوم أول من أسس هذا النوع من الرهبنة. يبقى أول من أسس الرهبنة الجماعية هو الراهب باخوم، وأول من أسس الرهبنة الفردية هو الأنبا أنطونيوس. طيب بعد كده هنشوف بقى الدور اللي كان بيقوم به الأديرة. إيه أهم الدور الأدوار اللي كانت بتقوم بها الأديرة؟ هنلاقي فيه دور ثقافي للأديرة وفيه دور ديني للأديرة. طيب الدور الثقافي للأديرة لما بدأت بقى مدرسة الإسكندرية في إنها بدأت بيضعف الدور اللي هي كانت بتقدمه. طبعا إن هي كانت بتعلم الدين المسيحي وكانت بتعلم طبعا كثير من العلوم. بدأت تضعف بقى الدور اللي كانت بتؤديه مدرسة الإسكندرية. بدأت بقى لعبت الأديرة دورا ثقافيا مهما، حيث اعتبرت مراكز للعلوم والمعرفة وازدهر بها
التأليف والترجمة وتفسير الكتب المقدسة. يبقى لما يجي هنا يقول لك دلل على أهمية الدور الثقافي للأديرة، هنقول إن عندما ضعف الدور الذي كانت تؤديه مدرسة الإسكندرية، لعبت الأديرة دورا ثقافيا مهما، حيث اعتبرت مراكز للعلوم والمعرفة، وازدهر بها التأليف والترجمة وتفسير الكتب المقدسة. يبقى ده الدور الثقافي للأديرة. طيب بعد كده عندنا الدور الديني للأديرة. تمثل هذا الدور في تعليم الناس الزهد والتقشف والبعد عن متع الدنيا والتطلع لما عند الله من النعيم. طيب بعد كده هنلاقي ان كثر انتشار الأديرة في مصر، وأقبل المسيحيين على الأديرة، وان هم يقوموا بالرهبنة في هذه الأديرة. طبعا طب هيجي هنا يقولك بما تفسر ليه زاد او انتشر الأديرة في مصر وأقبل المسيحيين عليها. هنقول بسبب بطش الدولة البيزنطية بهم مرة أخرى. يعني الدولة البيزنطية بدأت إن هي تضطهد المسيحيين مرة أخرى، لذلك إن هم بدأوا إن هم يلجأوا إلى الأديرة ويقبلوا عليها. بعد كده هنلاقي بقى الفتح الإسلامي لمصر عام 641 ميلادية. يبقى تم الفتح الإسلامي لمصر، وبدأ طبعا دخول وانتشار الدين الإسلامي في مصر عام 641 ميلاديا. ظل المصريون يعانون من الاضطهاد البيزنطي حتى جاء الفتح الإسلامي على يد عمرو بن العاص عام 641 ميلاديا ليخلص المصريين من هذا الاضطهاد. وبدأ المصريون عصرا جديدا تحت الحكم الإسلامي بيتسم طبعا بالعدل والمساواة والتسامح الديني واحترام الأديان. وأعطى الدين الإسلامي طبعا وأعطى عمرو بن العاص للمصريين الأمن والأمان على أنفسهم وأموالهم وكنائسهم، ولم يكره أحد منهم أن هو يدخل في الدين الإسلامي. يبقى الدين الإسلامي دين سماحة وتسامح واحترام الأديان. لما جه عمرو بن العاص وفتح مصر، ترك للمصريين حرية الاختيار وحرية الدخول طبعا في الدين الإسلامي، ولم يكره أحدا على الدخول في الإسلام. طبعا الدين الإسلامي هو دين الأمن والأمان. وهكذا عاش المصريون مسلمين ومسيحيين على أرض واحدة، أرض مصر طبعا، اللي بيسود بينهم الحب، ويحرص كل منهم على حب الآخر. وبكده نكون درسنا النهاردة خلص، وأتمنى أن انتوا تتابعوني. كانت معاكم مس أماني علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.